هلو. قررت اني اكون تيك توكر، والتيك توكرز بيعملوا فيديوهات زي دي كده. تعالى اتفرج معايا. صحيت من النوم وخدت عدية اوديه الحضانة، وزي ما انت شايف بيقدم رجل ويأخر رجل، مش عاوز يروح طبعا يعني، وانا عذره الحقيقة. التعليم في مصر جميل. طبعا بعد كده دخلنا على الفطار ورحنا مطعم اولاد رزق. ده افضل مطعم ممكن تفطر منه فول وطعمية، او من افضل المطاعم في سمنود، وانا عموما متعود ان افطر من عندهم معظم الوقت يعني. اخدنا الفطار وهوبا في التوك توك، ونشوف بقى التوك توك هيودينا فين نقضي فيه فترة الصبح دي. وان شاء الله يعني عشان نذاكر او نعمل اي حاجة مفيدة يعني هنحاول. احنا في الطريق عدينا على المقابر، مقابر سمنود، ففرصة ان احنا نقرأ الفاتحة لأمواتنا وندعي لأمواتنا وأموات المسلمين، ربنا يرحمهم جميعا يا رب. رجلنا او التوك توك بقى هو اللي جابنا هنا عند الكافيه اللي هناك ده. شايفه؟ عارف اسمه ايه؟ ايوه، لورينزو كافيه. هو كافيه بجنب المحكمة القديمة، كافيه جميل جدا وهادي جدا. وكنا في الفترة الصباحية فهو مش زحمة. دخلنا بقى على الفطار، الفول وكمان الطعمية. والراجل كان متوصي بينا جدا وحاطط لي ايه بقى، جرجير مخلل وكمان سلطة. مياه معدنية شركة إيلانو مش مقاطعة وعليها علم فلسطين، ربنا ينصرهم يا رب. قاعدة رايقة، وده الفيو بتاعها من الشباك. جميلة جدا، حاجة جميلة جدا. ورد القرآن طبعا عشان ما ننساش، ده أهم حاجة في فترة الصبح. قهوتنا الجميلة عشان نفوق كده ونقدر إن احنا نكمل اليوم. قهوة بندق، دي الطلب المعتاد. ودخلنا على المذاكرة، ذاكرنا الليكسيكال ابروتش والجايدد ابروتش. وكده انتهت فترة الصبح، ويلا بينا في التوك توك وعلى البيت. قول لي بقى انت فين في سمنود، افضل مطعم بتفطر فيه، وايه الكافيه اللي ممكن تشرب فيه قهوتك، او مكان مميز تاني نقدر نروحه فترة الصباحية. جود باي.